هنا في كليتين، واحده يمين وواحده شمال، واحده شغاله والثانيه محطوطه ستيبل. في حاله ان دي بتتشال دي بتشتغل. انا المفروض ما اقولكش الكلام ده، انا مراتي ام عيالي عاملاها. اخوك حماده او اخوك ابو محمد او اللي يعجبك اللي يطلع من صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا بكليتين الحمد لله. انا مش بحسدك، انا بقول احنا الشعب المصري واليهودي والنصراني كله بكليتين. بني ادم مننا ممكن يعيش بربع كلمه. الراجل ده اكبر مني ويعرف الكلام ده، والكلام ده دكتور اللي يقوله لك. يعيش بربع كلمه. هنا في كليتين، واحده يمين وواحده شمال، واحده شغاله والثانيه محطوطه ستيبل. في حاله ان دي بتتشال دي بتشتغل. دي بتتشال اللي هي شغاله الاساسيه معاك، اللي هي نسبتها في جسمك 70 60%، واللي في المية بتفضل فين؟ بياخدوا اللي هي ال 70 وبيسيبوا لك الباقي. انا هعمل ان انا بعد هدومي وبتاع، بس هوريك الجرح. انا هعمل ان انا بعد هدومي بس هوريك الجرح. خلاص مش لا انا بعد هدومي. لا عامل العمليه دي من 14 سنه، عاملها في مستشفى النيل بدراوي اللي على كورنيش المعادي. اسمه عارف ان انا بعمل محضر تبرع الشهر العقاري، عارف ان انا بعمل اقرار بالتبرع، نسبه نجاح العمليه 98%. وزاره الصحه عارفه ان انا بتبرع للراجل ده، بس ما يعرفوش ان انا باخد فلوس. لو عرفوا ان انا هاخد فلوس بتعمل لي تجاره اعضاء، انما على الورق قدام الحكومه انا متبرع، بس الفلوس بتبقى بيني وبين المدير وبين الخزنه او حد من اهلي. واصل لك؟ هنا لو انا جاي لوحدي بقول احط القرشين بتوعي في الخزنه بتاعت المستشفى. انت فصيله دمك ايه؟ انا ايه؟ طبعا ديت من بقي لودنك، من بقك لودني. بمعنى مش متاكد فعلا هي لا ايه ولا انا مش متاكد، بس انا زمان قالوا لي ان انت ايه. سيبك من زمان، انت ممكن تكون امبارح ايه وتيجي اسحب لك النهارده تطلع فعلا. الدم بتاع البني ادم بيتغير اصلا، بيتغير من الصيف للشتاء. طب ده انا هعرفه ازاي دلوقتي بقى؟ في معمل عندنا هنا مشهور اسمه معمل، اطلعك فوق بتقول انا عايز اسحب فصيله، روح واخده منك عينه دم ويقول لك ساعه تعالى ايه؟ تعالى خد التحاليل الفصيله، تعالى استلمها، يطلع لك كده اهو يا باشا. واصلين الامانه وصوره بطاقه الراجل وادي الفصيله اهي. فصيلته ايه؟ بي. هتقول لي طب الواصلين دول انا بكتبهم ليه؟ اخوك بيبص في العين يعرف انت عايز ايه من قبل ما تقول. هتقول لي طب الواصلين دول بتكتبهم ليه؟ هقول لك عشان بيتصرف عليك 57,000 جنيه اشاعات وتحاليل من شعرايه كويس وزي الفل وما فيكش اي مرض، وبتقول يا حماده انا مش هكمل. يا تدفعهم يا تكمل. لا قدر الله فيك اي مرض والدكتور قال ده ما ينفعش، ليك عندي 3 حاجات: واصلين امانه وبطاقه. يقول لك خد يا احمد معلش يا اخويا ما فيش نصيب. لا قدر الله انت فيك ايه؟ حاجه. اللي اتصرف عليك كله مين اللي بيشيله؟ انت. النص عليا والنص على المستشفى. هتقول لي اشمعنى؟ اقول لك عشان انا اللي جايبك. انا هعمل ايه بقى دلوقتي في البدايه؟ يعني هتعرف فصيلتي الاول ولا هتعمل ايه؟ هنروح نعرف الفصيله ايه؟ تمام. بعد كده ان شاء الله الرحمن حصل نصيب تمام؟ هتروح تعمل حاجه اسمها في المستشفى مرحله اولى ومرحله ثانيه. ايه بقى؟ على القلب مع الكليتين وفيروس سي وفيروس بي، وكل ده انت اللي بتخش بنفسك تعمله، مش حد معانا، بس في نفس الايه؟ المستشفى. هو انت بتيجي تقعد معايا زي ابراهيم كده اهو في الكافيتيريا بتاعت المستشفى. وراك بيطلع للرئيسه فوق اللي هي المديره. بيروح نازل الممرض احمد فلان الفلاني، يروح واخدك نازل بيك المعمل يعمل لك حاجتك يطلعك ليا تاني. النتيجه الاولانيه تظهر تعالى، كل ما النتيجه بتظهر ان انت كويس بينزلك تعمل حاجه، يقول لك ايه كده احنا خلصنا النهارده، بتمضي حاجه اسمها اداريات. يعني ايه بقى؟ يعني بتطلع قدام المديره فوق اللي هي في نفس الوقت هتحط فلوسك بالتفويض في الخزنه. انا فلان الفلاني اللي تم التوافق على اجراء العمليه بقوايا العقليه في هذه المستشفى. انا المفروض ما اقولكش الكلام ده، انا مراتي ام عيالي عاملاها.
وفي وزاره الصحه قالوا لها انت ممكن يجي لك فشل وبتاع عشان ست. عارفين ان الستات قلبهم لو واخده فلوس بتاع اشتغل الحته دي. راحت قايله لهم ايه، انا بتبرع لوجه الله والدكتور شارح لي كل حاجه، عملت دي الموافقه. قعدت 3 ايام في المستشفى، اليوم اللي اتحجزت فيه، ثاني يوم عملت العمليه، ثالث يوم اتمشت في المستشفى، رابع يوم انا جوزها نزلت سحبت فلوسها من الخزنه بتاعت المستشفى ومشيت. ما عرفتش السعر، ب 16 لو هو ابراهيم دي والدي ب 15. هعمل تليفون للراجل اللي انا شغال تحتيه، هو اللي ماسك الشغل ده. كويس. هو اللي بيقول لك انا هشغل ده مش هشغل ده. كويس. اتصل عليه اقول له معايا كذا 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 كذا، انزل بيه بكره، هيقول لي توكل على الله هاته وتعالى ايه بكره، اروح واخدك وطالعين على المستشفى في اكتوبر، هنرسل لك